السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله معايا تخطي اي كلاود الايباد برو ام 1. طبعا التخطيات دي يا جماعه بفلوس، التخطيات دي غاليه كمان. يعني ايباد زي اللي معايا ده بيكلف حوالي من 6800 جنيه ل 7000 جنيه. فمحدش يا جماعه يدخل لي على الفيسبوك او الانستجرام ويكون مفكر ان الحاجات دي ببلاش. ارجوك اتفرج على الفيديو. انا بحاول ان انا اقلل لك وقت الفيديو عشان ما تزهقش وتتفرج على الفيديو وتستفيد وتسمع الكلام اللي انا بقوله. فلو سمحت اتفرج على الفيديو كامل عشان تعرف بالظبط الخطوات اللي هتتم والعملية هتتم ازاي. طبعا وصلنا الايباد بالماك بوك على اداة اس ام دي، وطبعا الاداة مهيسة شوية، جايب لك ان الايباد اوريدي اكتيفيتد. فهنشيل الكابل ونوصله تاني عشان نشوف الايباد سبورتد ولا لا. لو لسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك وسبسكرايب في السكة كده وانت جاي. دلوقتي جايب لي ان الايباد سبورتد. اول حاجه هعملها هاخد السيريال نمبر وهروح ارفعه على السيرفر على طول. ولو انت معاك جهاز وعايز تفك الاي كلاود بتاعه ما تترددش وكلمني على طول على مواقع السوشيال ميديا بتاعتي اللي هسيبها لك في الوصف، وان شاء الله افك لك جهازك في اسرع وقت وباقل تكلفه. دلوقتي انا رفعت السيريال على السيرفر، فخليني دلوقتي اجرب واشوف الاداه هتقول لي ايه. اجرب اعمل اكتيفيت. نفس اللي انا متوقعه، ان الفريق شغال على السيريال نمبر اللي انا رفعته. فهنتظر طبعا. المفروض من يوم لخمس ايام، بس اداة قوية زي اس ام دي بيبقى عندها باتشين في اليوم، يعني ممكن يخلص في 12 ساعة. دلوقتي انا صحيت والساعة 12 الظهر، فهجرب ان انا اعمل اكتيفيت. وصلت طبعا الايباد. نضغط اكتيفيت. وطالما الايباد فصل كده يبقى هو بيأكتف وفي 12 ساعة بس. ده طبعا يدل على قوة الأداء. لو عندك اي استفسار اكتبهولي تحت في التعليقات، واكتب لي كمان عايزني الحلقة الجاية اعمل لك تخطي على ايه. دلوقتي الايباد اكتف وتم التخطي بالكامل. دلوقتي الايباد شغال، تقدر تحط عليه الاي كلاود بتاعك وتنزل بقى البرامج والالعاب بتاعتك زي ما انت عاوز. شوف وشكم بخير. السلام عليكم.